السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليه الفيديو ده بقى طلقة؟ عشان مجمعة فيه 3 أو 4 أنواع من البسكوتات اللي بتنجح معايا نجاح حلو أوي، تطلع هشة وجميلة وممتازة. جايبة لك طريقة لو هتعملي 3 كوبايات أو لو هتعملي كوباية واحدة، وينفع تستعملي دقيق الشوفان أو دقيق الأسمر أو خليط منهم الاتنين مع بعضهم. طبعا النتيجة بتبقى أحلى بالدقيق الأسمر، وإن شاء الله يطلع معاكي مظبوط وجميل وهيعجب الأسرة كلها إن شاء الله. وكمان في الآخر هقولك السعرات الحرارية. الكوكيز اللذيذ جدا اللي بالشوكولاتة، مش هقولك بقى على جماله وحب الكبار والصغار ليه، لا تعال نخش على المقادير على طول. نص كوباية زيت والزيت أفضل نوع زيت هو زيت جوز الهند، وينفع بداله الزبدة الطرية. 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة. دي كده المكونات السائلة. المكونات الجافة دي شوفان، انا طحنت شوفان في البيت، زائد دقيق اسمر، الاتنين مع بعض 3 كوبايات. وطبعا بينفع بالدقيق الاسمر لوحده او الشوفان لوحده. 6 معالق كاكاو، وده كافي يطلع لنا اللون غامق. 6 معالق كبار يعني. معلقة بيكنج باودر كبيرة، ومعلقة بيكنج صودا صغيرة، ونص كوباية سكر او ما يعادلها من السكر الدايت، او حوالي 3/4 كوباية عسل. ربيت البيض كويس ونزلت بيه على الخليط الدقيق وشوية، وهنزل بالزيت. ولو احتاجنا العجينة ربع كوباية اللبن ديت هنضيفها. ما بنعجنش كتير. اول ما العجينة توصل ان هي مش بتلتصق باليد او بتلتصق خفيف، بنتوقف عن العجن ونبتدي نشكل. بنلاقيها بتتشكل معانا ناعمة بالشكل دوت. هناخد الكورة ديت ونروح نفعصها في حبيبات الشوكولاتة زي كده، وهنرص بقى في الصواني وفي فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. هندخل الصواني بتاعتنا وهنستنى حوالي تلت ساعة، هتكون ان شاء الله استوت. ممكن نسيبها للمزيد من التحميص في حرارة الفرن المطفي. لو عملتي خطوة التحميص في الفرن المطفي ديت تابعيه كويس قوي عشان ما يتحمصش منك زيادة. بيخرج معانا بقى بالشكل الجميل دوت. دي بقى صورة تانية لما عملته، حطيت مع الشوكولاتة سوداني. ممكن نحط اي مكسرات، هيبقى احلى واحلى من اللي بتعمل بشوكولاتة بس. دلوقتي هنزلك مقادير ال3 كوبايات دي اللي هما بيعملوا صينيتين متوسطين، وفي اخر الفيديو هحطلك مقادير كوباية واحدة عشان لو هتجربي كمية صغيرة. يلا بقى الباتونساليه وجمال الباتونساليه وقرمشته وحاجة يعني دايت، وفي نفس الوقت جمال وريحة ما اقولكيش، مفيش حد ما بيحبوش. ده بصراحة بيخلص في ثواني، بالكمون بالجبنة، احلى من بتاع الافران نفسه. كمية الزيت فيه قليلة وبيتحمص في الفرن. ايه رأيك ندخل على مقاديره المكتوبة عشان لو هتعملي لها سكرين شوت؟ دي مقادير تكفي صينيتين متوسطين. يلا على المكونات. 3 كوبايات من الدقيق الاسمر مخلوط معاهم دقيق شوفان. الدقيق الاسمر لوحده بيبقى احلى. معلقتين كبار من الكمون، عايزة بقى حبة البركة شوية شمر، زائد معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. 3 معالق زيت زيتون، ولو تحبي شوية ملح. ونخلي طبق زيت جنبينا عشان اما نصبع نبل ايدينا ونصبع. كمية مية دافية بقى حسب العجن، حسب ما تاخد معاكي العجينة تتشكل، تبقى بتلتصق خفيف باليد. نعجن بقى بسيط كده ولحد ما العجينة تتشكل كرة، وبعد كده هنصبعها بسرعة. ليه؟ لان هي لو اتسابت بتفرول وبتبقى مش يعني تشكيلها صعب قوي، لان الشوفان بيمتص السوائل. شوفي معايا بقى العجينة جمالها ازاي، ان انا حطيت صباعي فيها فايه اثر، فكده ده العجينة قوامها كويس. طيب في طريقة تانية للتشكيل، ان انا احطها في كيس، جوه الكيس كده، وامشي عليها الشابة تتفرد حلوة قوي. بعد كده اقطع الكيس من الجناب واطلع العجينة واقطعها بقى بالشكل اللي انا عايزاه. تعالي شوفي معايا خطوة ما هقطع الكيس دوت من الجناب بعد ما فردت العجينة جواه بالنشابة. الطريقة دي بتسهل عليك التشكيل قوي، وبتحافظ على العجينة من ان هي بعد شوية بتفرول منك، بفعل ان هي الشوفان بيمتص السوائل. زي ما قلنا بنبل ايدينا في الزيت عشان نشكل اللي هو الصوابع والدوائر، ونرص في الصواني على درجة حرارة 140 لمدة حوالي نص ساعة، ونشوفه هنلاقيه ان شاء الله استوى واتحمص. كمان لما نسيبه كمان ازيد وازيد يتحمص في الفرن المطفي. بس انتبهوا، بعد ما نسيبه في الفرن المطفي حوالي نص ساعة هنيجي نلاقيه بقى محمص جدا، وكل الرطوبة راحت منه وبقى مقرمش. اللي طلع بالشكل ده هو اللي احنا صبعناه بايدينا بواسطة الزيت. تعالي بقى النوع التاني، ده معمول من نفس العجينة، بس كل الحكاية ان احنا هنشكلها بشكل تاني. حطيناها جوه الكيس، هيسهل علينا ان احنا نقطعها بالشكل ده، وهنسويها بنفس طريقة التسوية
في الفرن الواطي لمدة كبيرة حوالي نص ساعة، وبعد نص ساعة تسوية بسيبه نص ساعة في الفرن المطفي عشان يتحمص احسن. الفرق الوحيد بين دوت والصوابع ان ده رشيته جبنة قبل ما يخش يستوي. الجبنة بتاعتنا اللي برشها ممكن تكون جبنة شيدر 100% لبن طبيعي، ممكن نقلل الكمون شوية للنوع ده. هنيجي على المقادير هتلاقيها هي نفسها نفس اللي خدتيها سكرين شوت من شوية. خدي سكرين شوت ويلا على البسكوت اللي بعده، بسكوت القرفة. المرة دي انا عاملاه بسكوت القرفة بس، لكن انا بحبه اكتر بسكوت القرفة بالتفاح. هو على العموم يعني بيبقى لذيذ جدا ومقرمش وحاجة يعني ريحتها جميلة، والقرفة مفيدة لمريض السكر. يلا على المقادير. 3 كوبايات من خليط من دقيق الشوفان والدقيق الاسمر، ومعاهم معلقتين كبار من القرفة، معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة بيكنج صودا صغيرة، و12 معلقة سكر او ما يعادلها من السكر الدايت، او 3/4 كوباية او 3/4 كوباية عسل. هنجهز بيضتين، وهنجهز نص كوباية لبن ونص كوباية زيت. هخلط البيض والزيت واللبن وهنزل بيهم على الدقيق. هتتكون معايا العجينة ديت، بتلتصق بالايد خفيف. هفردها جوه كيس بواسطة النشابة ديت. هفتح الكيس وهبتدي فوق العجينة اشكل بالقالب الجميل دوت عشان يطلع لي اشكال منتظمة زي اللي انت شايفاها ديت. هدخل بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 لمدة حوالي تلت ساعة في الرف الأوسط. بيطلع بقى جميل جدا ومستوي بالشكل ده. لو الفرن عندك مش بيحمر الوش بالدرجة المطلوبة تقدري تفتحي الشواية شوية صغيرين بس تتابعيه، وتقدري تسيبيه شوية يتحمص بعد طفي الفرن. دي كل الأشكال عندك اهيت، ودي مقادير بسكوت القرفة. وكاتبالك كمان في المقادير لو تحبي بسكوت القرفة يبقى بالتفاح، يبقى هنقلل المادة السائلة اللي هي اللبن وهنحط تفاحة مفرومة من غير قشرها. دلوقتي بقى المقادير لكل البسكوتات ديت. لو هنعمل لكوباية واحدة عشان مثلا هنجرب كمية قليلة، هتعدي عليك اهية المقادير للثلاث بسكوتات. لو هتعملي مقدار صغير كوباية واحدة من الدقيق، وده هيكفي معاكي صينية صغيرة واحدة. احنا في مقادير البقسماط دلوقتي، في مقادير البقسماط وانتي بتاخدي سكرين شوت. يلا على مقادير بسكوت القرفة. لو كوباية واحدة من الدقيق، أقلهم في السعرات الحرارية هو الباتونسري حوالي 120 سعر حراري لكل 100 جرام. السعرات الحرارية للكوكيز 170 لكل 100 جرام. السعرات الحرارية لبسكوت القرفة حوالي 140 سعر لكل 100 جرام.